السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم بطريقة الغش في الامتحان من التابلت من غير ما حد يعرف. بس قبل اي حاجة تنزل تعمل اشتراك في القناة ولايك الفيديو، وعشان عاوزين نوصل لأكبر عدد من المشتركين. القناة دي جديدة، عاوزين نوصل لأكبر عدد من المشتركين والمشاهدات ان شاء الله. جاي لكم النهاردة بطريقة من الغش من التابلت بعد ما قالوا ان هم هيقفلوا كل الثغرات والكلام ده. هجيب لكم طريقة غش جديدة وبرنامج جديد غير الفيس، وهظبطكم يعني. بس اهم حاجه تابعوا الفيديو لاخر دقيقه فيه، ويلا بينا على التابلت. اهلا بكم مره تانية. قبل اي حاجه بس كده الاول في شويه خطوات لازم الاول تعملوها. دي اهم خطوات لازم تعملوها قبل اي طريقه هشرحها. اول حاجه هتيجوا على جوجل كروم، وكروم وبعد ما الكروم يفتح هتيجوا في نافذه جديده، وهتكتبوا في البحث عن عنوان اللي فوق دوت، هتكتبوا ايه؟ CHR، وهتجيبهم الاختيار اللي هو الرابع ده، اللي هو كروم وشرطتين كروم URLS. بعد ما الاختيار ده يفتح هتختاروا كروم فلاجز، الاختيار ده اهو، كروم فلاجز. وبعد كده هتكتبهم في السيرش فلاجز فوق نوت، تكتبهم DNS. وبعد ما تكتبوا DNS هتيجوا على الخيار الاول ده اللي هو ايه؟ DNS ريسولفر، هتخلوه انيبل. بعد ما تخلوه انيبل هتيجوا تحت هنا هتعملوا ايه؟ الكلمة الزرقاء اللي هتظهر تحت ده فيها تظهر بالعربي وفي بالانجليزي. المهم هتك عليه، اول لما تك عليه هتبدأ الصفحة تقفل وتفتح لوحدها. بعد ما قفلت وفتحت لوحدها ايه؟ تقفلوا بقى النافذة خالص، مش عاوزينها. هتطلعوا بره خالص، هتيجوا عند الضبط، وهتبحثوا عن حاجة اسمها الميزات المتقدمة. وبعد كده هتيجوا عند اطارات متعددة، وهتفعلوا الخيارين دول. الخيارين دول هتفعلوه، هما بيبقوا مش متفعلين، انتوا تفعلوه. الخيارات دي بتخليك تعمل ايه بقى؟ مثلا هتيجي فوق من عند الشاشة من فوق كده، وهتسحب بصبعك، هتسحب بصبعك كده وتخلي مثلا لو انت فاتح جوجل تخلي جوجل زي ما انت عاوزه مثلا حتة كده، وممكن تحركه. طب ايه فايدته؟ ايه فايدة انك تعمل اطارات كده مش تقسيم الشاشة؟ يعني ما تقسمش الشاشة. ايه فايدة دي كده؟ ده بقى كده بالظبط هتعمل شكل الماسنجر. لو انت مثلا حتة الماسنجر اللي بتطلع الاشعار اللي بيطلع في الجنب دي، انت ممكن تخلي ده شكل. هتيجي كده ايه في النص سهمين اتنين، واحد فوق واحد تحت. دي بتكبر لك الصفحة اللي احنا فتحناها دي، انما اللي جنبها سهمين الاتنين قصاد بعض كده. ده تكة، لو اتكيت عليها كده شوف بتخلي لك بتخلي لك التطبيقات شكل الماسنجر كده اهي. تك عليها تاني، وهكذا بقى. تيجوا مثلا عند الجوجل عاوزين تعملوه، هتيجي من فوق اقصى يمين او اقصى يسار زي ما انت عاوز، وتسحب كده بالراحه، هتلاقيه بيعمل معاك اهو. وعند التلات نقط اهوت، قصدي عند السهمين اللي قصاد بعض دول تك عليهم بيقفل برضه. لو انت عاوز تفتح اي واحده فيهم بقى، عاوز تكبر الكروم، هتتك على السهمين المنفصلين ضمت، هيفتح على طول. تاني اقصى يمين وتسحب، والسهمين قصاد بعض كده يعملوا لك شكل ماسنجر. في تابلتات ممكن تفتح موقعين اتنين، وفي تابلتات بتفتح موقع واحد. ازاي؟ يعني دلوقتي انا فاتح موقع اهوت،
دي موقع جوجل. ماشي. هاجي تاني عند الكروم، لو اتكيت عند الكروم يبقى بتاع ما بيفتحش. بتاع الاول قبل ما احدثه الاندرويد 8 كان بيفتح موقعين اتنين، صفحتين اتنين شكل، دول كانوا منفصلين كل واحده عن التاني. ممكن تشغل في واحده الترجمه والتانية والتانية الامتحان. دلوقتي ما عادش ينفع. فدلوقتي بقى ممكن ايه، هنا كده جنب الكروم في جوجل، ممكن تفتحوا جوجل. نخفي ده بس دلوقتي. ممكن تفتحوا جوجل. وهنا مثلا في جوجل، هنا هتجيب اللي انت عاوزينه. مثلا ترجمة جوجل. تكتبوا ترجمة جوجل. وتعملوا سيرش او بحث. هتجيلكم كده اهي. هتجيبوا اول واحدة ده اهي. كده دلوقتي الترجمة فتحت قدامك اهيت وكل حاجة. عاوزين بقى ايه تضيفوا الترجمة ديت للشاشة. تيجوا عند 3 نقط اللي فوق في الشمال. ماشي. والإضافة إلى الشاشة الرئيسية. وبعدين إضافة. عاوزين برضك تصغروها وتعملوها ايه إطارات متعددة. تيجوا أقصى يسار، أقصى يمين أو أقصى يسار. وهتسحبوا برضك كده. ماشي. دلوقتي احنا سحبناها اهوت. وقفلناها كمان من اهي. يبقى كان معاك 3 تطبيقات دلوقتي مفتوحين اهم. ماشي. وممكن برضك لو عاوز الصفحة ده تبحث عنها، يبقى انت كان معاك 3 تطبيقات اهمت. وترجمة جوجل اللي هو البحث بقى، لو انت مثلا عاوز تبحث عن اي حاجة، او جوجل كروم او اي حاجة. اهم حاجة بس تخليكم لاخر لحظة في الفيديو عشان هعلمكم ازاي تنسخهم جمل. يعني تجيبوا تدخلوا على جوجل، تجيبوا الإجابة وتنسخها وتحطها في الامتحان على طول. هعملها لكم آخر الفيديو، بس أهم حاجة تخليكم آخر الفيديو. دلوقتي مثلا ايه البرنامج بقى اللي انا قلت لكم عليه. هتيجوا تحولوا القائمة للإنجليزي. وهتكتبوا كده اهو. estadoo.com. وهتعملوا سيرش. ثواني بس على النت عنده وضع شوية. بعد ما يفتح. ماشي. هتيجوا عند، لو هو متحول بالعربي هتيجوا عند ايه تسجيل الى البيضة. لو هو بالانجليزي هتيجوا برضك عند البيضة، عشان بس مش متذكر الاسم دلوقتي. فهتيجوا عند البيضة هتعملوا تسجيل، مش تسجيل الدخول. تعملوا تسجيل. هيظهر لكم القائمة دي، هتبدأوا انتوا ايه تسجلوا. اسم المستخدم. تكتب اسمك. من غير فواصل. وعنوان البريد الإلكتروني. وكلمة المرور. هفصل بس ثانية واحدة، هكتب كلمة المرور وارجع لكم تاني. بعد ما سجلت دلوقتي
كتبت اسم المستخدم من غير فواصل وعنوان البريد الالكتروني، كلمة السر وتأكيد كلمة سر، وهتيجي عند لو ذكر او انثى تبع الجنس بتاع تبعك انت بقى. وبعد ما تكملوا القضية ده هتتك على النزه. هو كتب لنا ايه، هذا البريد استخدم من قبل، عشان انا مسجل قبل كده بنفس البريد ده، فانا هغيره. خليكوا بس معايا. وبرضو كان اسم المستخدم موجود بالفعل، لان برضو هي نفس المعلومات دي اللي انا كنت مستخدمها قبل كده، فمش هينفع استخدمها تاني. فنبدأ بس نغيرها كده ايه عشان تبقوا عارفين. دلوقتي بعد ما سجلنا الدخول ادي احنا دخلنا على صفحة استادو اهوت، بتطبيق استادو او موقع استادو. ماشي. منه دلوقتي متحول بالانجليزي، فهتلاقي لما الصفحة فتحت معانا اهيت هتلاقي بالشكل ده كده بالانجليزي. في اليمين كده هتلاقي الدردشة والاصدقاء اللي عندك، بس عشان هي بالانجليزي فهتلاقي في اليمين، انما لو الصفحة متحولة العربي هتلاقي بالشمال، موجود هنا في الشمال كده. طب عاوزين نحول الصفحة العربي ازاي؟ هتنزل تحت خالص، هتلاقي تحت نقط ايه لغة، في اليمين اهي لغة، تك عليه وهتجيلكوا اللغات. تشوفوا بقى ايه البلد انتوا منها، طبعا احنا عربي، هيتحول دلوقتي العربي والدردشة تروح للشمال. زي ما انتم شايفين كده الدردشة جت في الشمال اهيت وتحول لعربي. دلوقتي بقى خليكم معايا بس كده، هقفل بقى الحساب اللي فتحه ده عشان كده كان فاتح حساب قبل كده. طب بعد ما عملتوا حساب على البتاع ده كده، على البرنامج ده، وعاوزين مثلا تحذفوا الحساب بتاعك خالص لو مش تستخدمه تاني، هتيجي فوق في الشمال كده هتلاقي 3 نقط وجنبها اسمك، هتك عليه. هيظهر لكم ده، هتيجي عند تصحيح، هيظهر لكم الاعدادات ده، هتيجوا تنزلوا تحت خالص حذف الحساب اهي، وهتكتبوا كلمة المرور الحالية. طبعا هكتبها، هقفل دلوقتي اكتبها واعمل حذف، وكده الحساب ايه هيتمسح. اهم حاجة بس ما تنسوش خليكم لحد اخر فيديو علشان تشوفوا ازاي تنسخهم من موقع لموقع تاني. بعد ما حذفنا الحساب هتطلعوا بره كده خالص، اطلعوا بقى بره خالص، امسحوا كل ده. ماشي. دي طبعا دي الدفعة او الجروب اللي انا عامله اهوت، او لما تعملوا حسابات هتبحثوا عنه بس هيجيلكوا على طول. دي الجروب اللي انا عامله فيه 242 واحد، 242 واحد. ماشي. في 242 واحد. بس انا بصراحة بقى يعني عشان برضو تبقوا عارفين كل حاجة، انا دلوقتي انا عملت الجروب وصفحتي موجودة، بس المشكلة الوحيدة بقى اللي انا مش عارف افتح شات جماعة، يعني شكل ماسنجر كده تعملوا جروب وكلكم تنضموا فيه وعشان يعني نتكلم فيه في الامتحان وكده. دي لحد دلوقتي بصراحة انا مش عارف اجيبها. يعني دلوقتي شرحت لكم الموقع وكل حاجة، لو حد يعرف ازاي يعمل شات جماعة على البرنامج ده هيلاقي الرقم الواتس بتاعي تحت في الوصف، هيكلمني عليه ويقول لي ازاي. محدش يبعت لي في الكومنتات، هتلاقي الرقم بتاع الواتس بتاعي في الوصف تحت، هتبعتولي عليه وتكلموني وتقولوا لي ازاي الطريق. ماشي. دلوقتي ايه خلصنا من الموقع ده نطلع منه بقى خالص. اهم حاجه بس متنسوش ايه تنضموا للجروب، متنسوش تنضموا للجروب. هو دفعة التانية ديت هتلاقي علامة الفراشة عليه الفراشة ديت وعلم مصر. هو ده الجروب بتاعي اهوت، في 242 واحد، تنضموا فيه كلكم. اطلعوا برا بقى. ودلوقتي ترجمة جوجل طلعتها برا اهيت. ماشي.
وانا دلوقتي بس انا مهكر التابلت دلوقتي. وكانوا بيقول لك ايه لازم تقفل اي ثغرة علشان تدخل على المنصة والكلام ده. انا بقى دخلت على المنصة، يعني جبت موقع المنصة دخلت عليه وسجلت عليه وفتح وانا مهكر التابلت. يعني الكلام بتاعهم ده كله ما محدش يخاف يعني. انا دلوقتي المنصة فاتحة عندي وسجلت الدخول عليه وقال لي اهلا بك وكتب لي اسمي اهي. تعمل تسجيل الدخول اهو عشان بس تصدقوني. اهلا بك علي فرج على العوض. وانا مهكره التابلت دلوقتي متهكر، يعني مش راجع للمنظومة. اطلع بره خالص. دلوقتي التابلت متهكر اهوت عشان تصدقوني بس. دي برنامج المتجر اهو. وايه تاني؟ يعني في برامج كتير خفيه من مجرد الامن اهوت والجدار الناري اهو كمان. يعني ايه التابلت متهكر وفتحت المنصة عشان بس محدش يخاف. هنيجي بقى ايه للتقيلة بقى. وازاي تنسخ من مثلا تدخل على الترجمة، عاوز تكتب تقوم جاي مترجم مثلا جملة وتقوم جاي واخدها حاطها في الامتحان على طول من غير ما تنقلها تاني كتابة وكده. ازاي بقى؟ تيجوا مثلا تفتحوا الترجمة اهيت. ماشي. عاوزين مثلا ايه تكتبوا مثلا. حاول مثلا العربي اهوت. هتكتبوا مثلا ايه اي حاجة. انا مثلا بكتب اهوت يوتيوب علي فرج العوض. دلوقتي انتوا كتبتم اللي انتوا عاوزينه. ماشي. هتقوموا انتوا جايين ايه محددينه. هتحددوا اللي انتوا عاوزين تنسخوه. طبعا انا عشان انا مهكره فلو اتكيت نسخ فهينسخ. انما انتوا منتوش مهكرين. يبقى هتحددوا اللي انتوا عاوزين تنسخوه. هتقلبوا لوحة المفتاح انجليزي. ماشي. وبعد ما تقلبوها انجليزي وانتوا محددين هتتكوا على كنترول. كنترول تحت في الشمال اهي كنترول. وهيديت كده تتحدد بقى هتتك على كنترول سي. خليكم معايا تاني كنترول سي. بعد ما يتك على كنترول سي هتيجوا بقى مثلا ايه على الترجمة. او هتيجوا بقى على الامتحان بقى ذات نفسه. دلوقتي انتوا ترجمتوا على الترجمة برنامج الترجمة. هتيجي بقى على الامتحان ذات نفسه. مثلا ايه نفتح احنا مثلا جوجل كروم عشان بس تصدقوني. نفتح جوجل كروم اهوت. ماشي. اللي احنا نسخناه بقى عاوزين نلزقه. هتقوم انتوا جايين بنفس الطريقة. كنتوا عاملين ايه؟ كنتوا انتوا عاملين كنترول سي صح. هتيجوا بقى انتوا دلوقتي هتعملوا كنترول في اهو نسخ اهو. كنتوا انتوا عاملين كنترول سي. اما تيجي تلزقوها بقى هتعملوا كنترول في. بقى تاخدها كوبي كنترول سي تلزقها كنترول في. ماشي. طبعا ده القناة ما تنسوش بس الاول تعملوا اشتراك فيه وتفعلوا زر الجرس عشان في شغل جامد هينزل ان شاء الله بعد الامتحانات. هنزل لكم طريقة تهكير التابلت من غير جدار ناري ولا اي حاجة. يبقى تابلت عادي. ماشي. ده انا مهكر التابلت اهوت. نفتح بس اليوتيوب. هتيجوا في محرك البحث فوق. كل اللي عليك بس هتكتبوا ايه علي فرج العوض وبحث. ولما تكتبوا علي فرج العوضي هيظهر لكم قناتين اتنين. القناة اللي فوق ديت القناة بتاعتي الأساسية. والقناة اللي تحت اللي هي تكنو علي فرج العوضي ديت القناة اللي انتوا دلوقتي بتتفرجوا على الفيديو عليها. فتشتركوا في القناة ديت. تشتركوا في القناة اللي فوق دي. القناة اللي فوق ديت بنزل عليه مهرجانات
انا مهرجانات انا اللي بمنتجها، و شغل لينا يعني مهرجانات. وفي فيديوهات كوميدية وحالات واتس. دي فيديوهاتنا دي اللي احنا عاملينها انا واصحابي. ماشي. قبل اي حاجة بس لو حد يعرف في القنوات اليوتيوب وكده يا ريت تكلمني. يا ريت بس يكلمني عشان عندي مشكلة في القناة القديمة دهيت. ففي الربح عندي مشكلة في الربح، فلو حد يعرف في القناة دي يا ريت تكلمني واتس، هيلاقي الرقم تحت، او ماسنجر او انستجرام، كل الروابط تحت في الوصف. كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الشرح عجبكم، وما تنساش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس. ويلا، سلام.